بسم الله الرحمن الرحيم. سعيد جدا بوجودي بين أهلنا وبين أحبائنا في حلب. حلب التي كانت بشارة التحرير، حلب التي كانت وما زالت عاصمة من عواصم ثقافتنا التي نفتخر بها كثيرا. اليوم لمست المبادرات الثقافية العالية الجميلة التي تؤكد أن أصالتنا ثابتة في تموضعها الحضاري، وأن هويتنا الثقافية حاضرة في وجدان الناس كيفما توجهنا. حضرنا العديد من الفعاليات مع سعادة المحافظ الأستاذ عزام الغريب، وكان من حسن حظي أيضا يعني الحضور الجماهيري الحاشد الذين أكرمونا اليوم. وأيضا طلعنا على جوانب كثيرة من الرسم والموسيقى والفخار والرسم بالموزاييك وأشياء كثيرة حقيقة لا تدل إلا على أن هذا الشعب يأبى أن تموت ذاكرته وأن تموت أصالته. تشرفت حلب بزيارة معالي الوزير السيد محمد ياسين صالح وزير الثقافة والوفد المرافق له للاطلاع المباشر على الواقع الثقافي عن حلب. حلب الثقافة، عاصمة الثقافة. لم تكن عاصمة لفترة زمنية، لكن هي التاريخ يتكلم أن حلب هي مدينة الثقافة، وهي مدينة وأصل الحضارات. مع الوزير طلع بشكل مباشر على واقع الثقافي، على واقع آثار مدينة حلب، الآثار العريقة عانت ما عانته خلال السنوات الماضية، لكن إن شاء الله هذه الزيارة هي بشارة خير وإعلان عن بداية مرحلة جديدة إن شاء الله من إعادة إعمار التي تسعى له الحكومة لكامل سوريا وحلب التي نالت النصيب الأكبر من الدمار، لكن إن شاء الله بجهود أبنائها وبجهود الدولة ووزرائها ستعود أفضل مما كانت إن شاء الله. يا رسول الله يقوم بيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا رسول الله مدد يا حبيب الله مدد يا علي مدد الله الله بمحمد